السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله نديرو تيراميسو بجبنة المسكربون. هذه الكيفية لذيذة جدا الإيطالية الأصل. لهذه الكيفية لازمنا نحضرو أولا جبنة المسكربون. هذه المسكربون موجودة الآن في الجزائر وثمنها ماهوش غالي بزاف، أنا يدير من 35 حتى 40 ألف، 350 تاع 4 سنتينار. الوزن تاعها 250 غرام. عندنا لا كريم فريش أو كريمة طازجة 200 مليلتر، هذه موجودة في الجزائر ماهيش غالية ثاني. عندنا كاس ماشي معمر تاع السكر. عندنا القهوة سريعة الذوبان أو قهوة نورمال نطيبوها ونحطوها لهنا نخلوها تبرد. وطبعا عندنا لي بودوار، بسكويت بودوار او بسكويت البودوار. نبداو اول طريقة التحضير. نديرو 2 مغارف نقصوهم الكاس تاع السكر، نزيدوهم غير القهوة باش تجينا حلوة شوية، تجي كاطو بنين. الان نبداو نحضرو في الكريمة. نبداو نحضرو لا شونتيي. اولا انا كنت درت هذا الريسيبيون او الاناء في الثلاجة، خليته 24 ساعة مع اليدين تاع الباتور باش يبردو، باش تطلع لنا تعطينا نتيجة جيدة، باش تطلع لنا مليح لا كريم. الان نضربو بالباتور لا كريم فريش، بيان تكون هي ثاني كانت في الثلاجة مع قلت لكم مع الاناء والباتور. نديرو بشوية السكر باسكو هذه لا كريم فريش ماهيش حلوة، مي الا كانت لا كريم فريش حلوة ما تزيدوش السكر. نزيدو شوية سكر، نديرو نصف كاس تاع سكر ونخلو النص لاخر مع المسكربون. نضربوها مليح حتى تجمد، حتى تنشف بيان في الايباس. مي ملازمش نكثرو، نديرو هكا باش نعرفو لي كملنا، نقلبو نعرفو ما بانش، نقلبو الطبسي على قفاه، ملازمش تحرق. الان نديرو لا شونتيي نخلوها ابار. دوكا نضربو المسكربون. صدقوني اخواتي المسكربون يجي ألذ وبنين افضل من الكريمات الاخرين. نقدروا نديرو دوط فروماج كيما كيري او اخرين، اسونسيال يكون الفرماج كريمي. مي مرة في الزمان نديرو هذا المسكربون ماشي دايما، ننصحكم بالمسكربون افضل. نوعدكم ان شاء الله المرة الجاية نديرو بجبان اخرى. نكملو نصف الكاس تاع السكر ونضربوه مع المسكربون حتى يطلع شوية. الان نجيبو لا شونتيي اللي ضربناها من قبل ونخلطوها مع المسكربون بشوية باش ما تحبطش. فوالا غير بشوية باش ما تحبطلناش. نكملو كامل الكمية. فوالا بعد ما خلطناها دوك نحطوها في الثلاجة باش ما تحبطش. الان نحضرو لي بودوار. نجيبو المول تاعنا يكون من هذا الشكل، يكون ينفتح باش تجينا الكيك ساهلة نكملوها. نجيبو لي بودوار نعبرو على حساب الطول تاع المول والزائد نحوه باش تجينا كيفية شابة نكملو نقصو كامل هذاك الزائد، كامل البسكويت اللي عندنا. هنا تجيكم حوالي 40 بسكويت تدخلنا في هذا المول. مي ما لازمش المول هذا مول دائري، نقدر نديرو مول كاري او حتى ما يكونش ما ينحلش، يعني كل كيفية تجي ناجحة فيه.
ونشمخوهم في القهوة. الكوتي ليس، هذا الكوتي اللي يجي أنبس، ماشي الكوتي اللي فيه محبة فيه السكر. نشمخوه في القهوة ونرتبوه نستفوه في المول بهذه الطريقة دو فاصون باش يكون هذاك جهة السكر تكون للبرا باش تجي الشكل تاعها جداد. ونشدوها من هذاك الجزء المقسوم من تحت باش تنشد، ونكملو كامل ساير داير تاع المول، ونغطوه من الأسفل ثاني كامل بهذا البسكويت. بيان سور هناك عدة كيفيات تاع التيراميسو، كاين بدون بيض كيما هذا يجي ألذ، وكاين بالبيض وكاين بعدة أجبان. ان شاء الله نديروهم في الفيديوهات اخرى. بعد ما كملنا رتبنا كامل البسكويت في الاسفل، وكنجيبو نخرجوها من الثلاجة على كريم، ونديروها فوق لاكوش اللي درناها تاع البسكويت. نطاليها بيان الفوق لا سباتول، نخصتك شويه زيت من الفوق، الآن نغطوه بطبقة ثانية من البسكويت. لازم نغطو كل الفراغات، نخلو والو باش ما تهبطش، باش تهبطلناش لا كريم سواء من الأسفل سواء في المنتصف. فوالا نكملو كامل الطريقة نفس الشيء. ديما نشمخو جهة واحدة تاع البسكويت، ما نشوفهمش دي كوتي سينو يتشمخ بزاف ويخسر. فوالا بعد غطيناه كامل، نغطو كامل الفراغات الصغيرة، تكسر كامل البسكويت وتغلقي بيهم. نكملو على الكوش الثانية تاع لاكريم، تكملي كامل لاكريم اللي بقاتلك. وهذه لاكوش الثانية تكون لاكريم تاعها أكثر من لاكوش الأولى. هو كامل بلا سباتول، ترجع ليس بهذه الطريقة. نحطوها في الثلاجة على الأقل 4 ساعات. أنا عندي في الدار نديرها في الليل، تبات الليلة كاملة حتى الصباح نعاود نحيها. بعد ما خرجناها من الثلاجة نفتحو بهذا الشكل المول. أنا بها اخترت هذا المول باش تجيني ساهلة كنا نحيها. والآن نديرولها الكاكاو صفوت من الفوق، تكون نشفت، تكون نشفت بيان جمدت. الآن نقدروا نديرو الكاكاو. تقدري تزيدي تزينيها أكثر إذا حبيتي. أنا غير هكذا نخليها باسكو التقليدية تكون هكذا فقط. فوالا نقسموها. صدقوني هذا الكيفية تاع التيراميسو هايلة جدا وبنينة. ان شاء الله تكون عجبتكم. ثم ثاني جربوها ورجعوا لي الخبر ان شاء الله، والى فيديو اخر ان شاء الله. وسلام.